السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. خلاص كلها كام ساعة ويبقى أول أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى أمة محمد في كل مكان صلى الله عليه وسلم. قعدت بقى امبارح يعني حوالي ساعتين 3 4 كده بعد الفطار، بس أنجزت فيهم كام حاجة حلوين من حاجات العيد. هتبقى متوفرة في البيت نفطر بيها الصبح مع كوباية شاي بلبن وحاجة من ايديكي كده، وكل اللي في البيت هيفرحوا بيها. حاجات كلها سهلة على فكرة جدا، بس لو جبتيها من بره هتجيبيها غالية جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. اول حاجة معايا هعمل الغريبة. هوزن على الميزان 8 كيلو من السكر البودر او 125 جرام. هحطها في المضرب 125 جرام من السكر البودر، وكمان عليهم ربع كيلو من السمنة 250 جرام من السمنة. انا هعمل قد ايه غريبة؟ انا هعمل نص كيلو بس، مش هعمل كتير، احنا مش لينا تقل عليها قوي. بس عندي بنوتي الوسطانية بتحبها جدا، فقررت ان انا اعمل لها بس ايه مش كمية كبيرة يعني. وهنا ايدي كانت مزفلطة ومزحلقة بالسمنة، مش عارفة ادوس على البكرة بتاعة الكبة، فمسكت مسكت بالفوطة. يبقى انا معايا ايه في المضرب؟ معايا 8 كيلو من السكر، نص كيلو من السمنة، وهضيف كل المكونات دي لما تفتح وتتخفق كويس ومعاها شوية من الفانيليا، يعني نص معلقة فانيليا مثلا. هضرب ده كله لحد لما لونه يبقى فاتح زي ما عملنا في الكحك، والقوام بتاعه يتغير خالص، ما تبقاش شكلها زي السمنة. هضيفهم على نص كيلو من الدقيق. يبقى المقدار عبارة عن ايه؟ الدقيق نص كمية الدقيق سمنة، ونص كمية السمنة سكر. يبقى نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنة، 8 كيلو من السكر. الغريبة ما فيهاش مقادير كتيرة، ما فيهاش حاجات صعبة، ما فيهاش سوائل، هي بس مجرد ال3 مكونات دول مع الفانيليا، وممكن تضيف ذرة ملح صغيرة او مش عايزة ما تحطيش. اهي بصوا لونها فاتح ازاي، بصوا قوامها نازل عامل ازاي. هقلب ده كله بقى مع الدقيق. ويا جماعة لازم وضروري السكر البودر يتنخل، لازم وضروري، عشان النتيجة بتاعتك النهائية تطلع حلوة، ما يبقاش فيها حاجة بتقرقش ولا حاجة محببة تحت يعني في البق واحنا بناكلها. الغريبة بتاعتي من شروطها من شروط نجاحها يعني ان انا قبل ما اسويها ادخلها التلاجة شوية. بيخلي الحجم بتاعها زي ما هو، مش بتفرش ولا يعني حجمها بيبقى ضخم بعد التسوية ولا اي حاجة، بتفضل زي ما هي. لما بتحطيها شوية في التلاجة بعد التشكيل بتشد السمنة اللي فيها، بتشد وبتجمد، فلما تيجي تدخليها الفرن على درجة حرارة طبعا ما تقومش السمنة دي بقى سايحة خالص كده، وتلاقي حجم وحدة الغريبة اختلف وفرشت. لا، ما بتلاقيش المشكلة دي حاصلة معاكي خالص. طب انا وانا بعجن بقى العجينة بتاعتي كده حسيتها ايه بعد التشكيل؟ يعني عملت 1 2 3 كده، حسيتها فيها ايه؟ بتشق كده شقة او 2. طب هعمل ايه او اعالج ده ازاي؟ انا لميتها اهي وشربت كل السمنة بتاعتي. هعالج ده بمعلقة واحدة من السمنة. يعني انا هعمل دلوقتي شكل معاكم 1 2 3 كده من الغريبة، بس لما حسيتها بتشقق في ايدي وناشفة شوية، رحت مرجعاهم تاني وحطيت معلقة واحدة بس من السمنة، قلبتها على العجينة بتاعتي، وكانت النتيجة تحفة. معايا شوية من اللوز كده، هقسم كل واحدة 2. عندك بقى سوداني ماشي، عندك مثلا الحاجات اللولي دي او اي حاجة من بتاعة تزيين الحلويات، مفيش مشكلة، اشتغلي باللي متوفر عندك. عايزاها سادة خالص مفيش مشكلة. انا قسمت اللوز اهو، وهحط بقى ايه شوية اللوزة على الجزء الابيض هو اللي باين، وشوية تاني الجزء البني هو اللي باين. وكان عندي وحدات السوداني اللي هي السوداني متغلف بشوكولاتة، برضو هزين بيها شوية.
اهي بصوا يا جماعه ما بتشققش، يعني انا بعد ما شكلتها كانت زي الفل مش مشققه. هحطها في التلاجة واخش على رقم 2. معايا كوبايه من الميه الدافيه وهعمل شويه قرص طريه. كوبايه من الميه الدافيه هقلب عليها معلقه من السكر البودر وباكت او كيس من الخميره الفوريه. القرص عشان تبقى طريه وناعمه معاكي عايزه حاجتين. عايزه شويه لبن رايب، مفيش لبن رايب عندي، هعمل بايه؟ هعمل بزبادي على لبن حليب. هتعوز كمان ماده دهنيه مش كتيره، يعني كيلو الدقيق بياخد كوبايه واحده من الماده الدهنيه. انا عملت كوبايه الا ربع من السمنه البلدي وعليها ربع كوبايه من الزيت، يعني كملت المج بتاعي بالزيت. كوبايه الا ربع سمنه بلدي او سمنه عاديه وعليها ربع كوبايه من الزيت. نزلت بقى بكيلو الدقيق، عليه مع نص معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، عليه معلقه صغيره من الملح، عليه معلقتين من ينسون على شمر على ينسون مطحونين، ما سبتهمش سلام عشان ما يضايقوناش واحنا بناكل، فطحنتهم. يبقى معلقتين كبار من اليانسون على الشمر، معلقه صغيره من الملح، حطيت كمان 3 معالق من السكر البودر مع الدقيق، حطيت كمان نص معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، او بلاش نص معلقه، نحط معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. هعجن كل العجينه بتاعتي دي باللبن اللي انا مقلبه عليه كوبايه زبادي، وهسيبها تخمر. اغطيها كده بكيس واسيبها تخمر. عجينه طريه وجميله والريحه بتبقى خطيره، ريحه الشمر واليانسون فيها تحفه تحفه يعني. اثناء ما عجينه القرص بتاعتي بتخمر والغريبه بتاعتي في التلاجة، هعمل دلوقتي؟ هعمل شويه منين. كيلو من الدقيق حطيت عليه معلقتين 3 من السكر البودر، حطيت عليه معلقتين من الشمر اللي هو المطحون مع اليانسون، ومعلقه من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكيس من الخميره، وهحط معاهم نص كيلو من السمنه. اهم حاجه بقى دلوقتي، اهم خطوه في المنين، ان انا ابس العجين ده يعني ادعكه لما ينعم خالص خالص ويتشرب كل السمنه دي. المرحله بتاعت بس العجين بالسمنه دي بتخلي وحده المنين اسمها دايبه كده، يعني مش طريه زي القرص، لا دايبه ناعمه. هعجنه بايه بقى بعد ما بسيته؟ هعجنه بميه على اللبن مع الزبادي اللي متبقي من عجينه القرص. هما كانوا نص كوبايه من اللبن على زبادي، هضيف يعني هزود على السائل ده شويه من الميه حسب ما ياخد العجين بتاعي. بس في الاخر التوتال الميه، يعني الكيلو الدقيق كوبايه وربع تقريبا، كوبايه وربع من السوائل كلها اللي هي الميه مع اللبن مع الزبادي. اعجني بقى ولمي السوائل بتاعتك دي، والعجينه بتاعتي هغطيها. هعمل دلوقتي بعد ما هسيبها هي تخمر؟ هرجع لعجينه القرص بتاعتي، هي خلاص خمرت وبقت تمام. هاخدها بقى اشكلها. بصوا اهي، يبقى انا زودت على نص كوبايه اللبن مع الزبادي، حطيت كمان نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الميه، يبقى السائل كله كوبايه وربع. القرص بتاعتي خمرت، ريحتها جباره جباره حتى وهي نيه، ما شاء الله تحفه يا جماعه. وزي ما قلت هي فيها شمر وينسون بس مطحونين. هشكل بقى شويه ساده وشويه بالعجوه، والعجوه اللي معايا زي ما قلت لكم برضو في الفيديو بتاع الكحك، هي عجوه صحيحه وانا بفصصها وبدعكها بمعلقه سمنه بلدي، علشان العجوه الجاهزه معايا بتبقى يعني مش حلوه، بتقرقش. القرص بتاعتي الساده هعمل فيها بخرمها كده بالشوكه. اما القرص اللي هحشيها بالعجوه زي دلوقتي كده، بحط قطعه العجوه في النص وبقفل كل الاطراف عليها، وبعدين بقلبها واضغط عليها كده كام ضغطه، بحيث ان
تديني التدويره، يعني مش لازم تكون مدوره قوي، بس يعني على قد ما بنقدر. وبعدين هعمل لها فتحتين كده بالسكينه، بس وانتي بتقطعي بالسكينه ما تنزليش لاخر العجينه، ما تقطعيش القرصه كلها، لا، من على الوش كده بالراحه، بحيث ان هي بس تدي شكل، والعجوه لما تيجي القرصه تستوي العجوه تبقى باينه منها. انا ما بدهنش الصاجات اي حاجه خالص، وحاسبها بقى تخمر، يعني هي بتخمر مرة بعد ما تتعجن ومرة تانية بعد ما بتتقرص وتتقطع في الصاج. حاسبها تخمر وهرجع ليه عجينة المنين بتاعي برضو خمر. طب عرفت منين؟ هو مش بيزيد قوي زيادة زي معجنات تانية، ولكن بتحسيها العجينة كده ايه، مخرفشة كده ومنعكشة شوية، فده معناه ان هي جواها هوا. همسك بقى ايه، فحطيت ورقة زبدة ومسكت العجين بتاعي قطعته كده اجزاء، هاخد كل جزء اروح ايه فرداه، و بس مش برققه قوي، يعني ليه سمك برضو، انا مش عايزاها كل ما ترققيها قوي كل ما تنشف معاكي في الفرن، لازم تبقى ليها سمك شوية. فردت كده، وعندي العجله اللي هي المضلعه دي او المشرشره دي بقطع بيها، عايز اقطعي بالسكينه برضو عادي مفيش مشكله، هي بس نديها شكل يعني. بقطع كده، فردت اهو. بصوا العجينه بتاعتي مثلا نص سنتي، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت فيها شويه سمسم كده، كانوا متبقيين عندي حوالي معلقه كبيره من السمسم المحمص في عجينه المنين، لما شفته دلوقتي افتكرت. هرص بقى كل اللي انا قطعته ده في صواني بقى، في صاجات، مفيش مشكله. بس عايزه اقول لكم على حاجه تانية، انا سويت في الصاج الاسود ده اللي هو شبه سيجان الفرن، بس ده الميني بقى الصغنن، ودي الكوليكشن اللي عملناها كلها. الغريبه طلعتها من التلاجة، وبدأت بقى اسوي واحده واحده. بمناسبه الصاجات، الصاج بتاع الفرن الكهرباء او الميكرويف ده، اي واحده فيكم عندها فرن كهرباء هيبقى عندها الصاجات دي. فالصاج ده يعني ايه التسويه بتاعته مش احسن حاجه، يعني انا عندي الحاجات اللي استوت في الصواني الالومنيوم دي احلى بكتير، نتيجه التسويه احلى بكتير من الصاج الاسود ده. حتى الطبق الاركوبال ده انا برضو سويت فيه، يعني الغريبه دي دخلت كده زي ما هي في الطبق ده الفرن. بصوا حجمها زي كأنها بالظبط وانا عجناها كأنها نية. بصوا الحجم ما فرش ولا زاد ولا اي حاجة، ولا فيها شقوق ولا اي شيء، طالعة ناعمة وحلوة جدا جدا. بصوا جميلة. الشوية دول اللي احنا حطينا عليهم السوداني اللي هو عليه شوكولاتة، ودي اللي هي نص اللوزة بس من على القشرة، والتانية نص اللوزة بس من الناحية البيضة. طلعت بقى حاجتي كلها رصيتها، وكان ريحة البيت كده حاجة كده، يعني حاجة كده تحس ان البيت ده فيه خير، ريحته مخبوزات كده وجميلة. على فكرة القرص طرية وتحفة. بصوا المنين حتى يعني حاجة كده دايبة، لا هو ناشف ولا محجر ولا اي حاجة خالص، والقرص حتى اللي محمرة شوية طرية وتحفة.